السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من قناة محمد الحجاج عاشق الكيان، ونقدم فيديو جديد وحلقة جديدة. موضوع الحلقة: رسميا مرتضى منصور يعلن استقالته ورحيله عن نادي الزمالك. أعلن مرتضى منصور رحيله عن أي منصب داخل نادي الزمالك بسبب تراكم الديون على القلعة البيضاء، وذلك بعد 3 أسابيع من قرار المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برفض الطعن في الحكم الصادر بعزله. وقال مرتضى منصور في فيديو على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي يوتيوب الأربعاء: أنا خارج الزمالك الآن، خارج المشهد، ومشجع درجة ثالثة فقط. وأضاف: أقول لممدوح عباس رئيس النادي الأسبق: ارفع الحجز عن أرصدة الزمالك البالغة 100 مليون جنيه. أمير مرتضى المشرف العام على كرة القدم نجلي رحل منذ شهرين ورفض العودة. وأضاف مرتضى: الزمالك مديون ب140 مليون جنيه لاتحاد الكرة، إضافة إلى غرامة سبورتنج لشبونة التي تمنعنا من القيد. حاولت مع اتحاد الكرة وتصرفت في 30 مليون جنيه لقيد القائمة الأولى. وتابع مرتضى: أترك النادي وفي خزانته نحو 20 مليون جنيه، ولم أتنازل عن $1 من قيمة غرامة محمود كهربا. إذ لم يدفع فسيوقف، وإذا دفع فسنحصل على $2.5 مليون، بما يعادل نحو 100 مليون جنيه، إضافة إلى 100 مليون جنيه أخرى محجوز عليها. وبالتالي هذا المبلغ سنحل مشكلة كبيرة جدا للصفقات الجديدة ومستحقات اللاعبين. وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة المصري قضت في 9 يوليو 2023 برفض الطعن في الحكم الصادر بعزل مرتضى منصور وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بزوال صفة مرتضى منصور رئيسا لنادي الزمالك. ويعد هذا الحكم نهائيا وباتا، ما يعني عزل مرتضى منصور عن رئاسة نادي الزمالك رسميا وفوريا منذ لحظة إعلانه. ورفضت المحكمة الطعنين المقدمين من هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن وزير الشباب والرياضة ومرتضى منصور لإلغاء الحكم. وقبل 3 أشهر قضت محكمة القضاء الإداري بإلزام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بإعلان زوال صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك، ما يعني عزله من رئاسة النادي. وألزمت المحكمة في حكمها مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي بإعلان شغول منصب رئيس النادي مع الدعوة إلى إجراء انتخابات على مقعد الرئيس في الجمعية العمومية القادمة للنادي المحدد لها 11 أغسطس. وجاء حكم القضاء الإداري بعزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك بعد إدانته بحكم قضائي بات من محكمة النقد قضى بحبس شهر بتهمة سب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب. وحسب المواقع بنت محكمة القضاء الإداري حكمها على نص المادة 41 من لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية، والتي تنص على زوال عضوية أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة في حالة صدور حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحريات ضده.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه كان يتوجب على مجلس إدارة نادي الزمالك على خلفية حكم النقد أن يقرر زوال عضوية رئيسه بمجلس الإدارة نفاذا لأحكام اللائحة الاسترشادية النافذة والمطبقة على نادي الزمالك منذ سقوط لائحته بحكم مركز التسوية والتحكيم الرياضي. كان مرتضى منصور فاز برئاسة نادي الزمالك في الانتخابات التي عقدت في فبراير 2022 لمدة 4 سنوات، وكان من المفترض انتهائها عام 2025. قبل ما نختم حلقتنا فضلا وليس أمرا، تعمل لايك للفيديو ومشاركة للقناة وتعلق بذكر الله، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من قناتكم قناة محمد الحشاش عاشق الكيان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.